السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنبدأ مع بعض النهاردة وهنعمل الطقم الجميل ده. سهل وبسيط، مفيهوش اي حاجة خالص. كل الموضوع بيعتمد على المقاسات بتاعة البيبي اللي انتي شغالة عليها. طبعا انا هنا هشتغل لسن 6 شهور، وهقول لك كمية الخيط بالظبط اللي اشتغلنا بيها في نهاية الفيديو. انا دلوقتي اهم حاجة في الموضوع انك تستخدمي خيط قطن. ده طبعا عشان لو احنا هنشتغله اكيد يعني هيبقى صيفي، فهنحتاج خيط قطن ايا كان نوع الخيط اللي انت هتشتغلي بيه. تستخدمي معاه الابرة المناسبة. انا استخدمت الخيط ده عندي قطن، وكمان هستخدم معاه ابرة مناسبة رقم 2.5. عشان اعمل الشورت مبدئيا كده انا محتاجة المقاس بتاع الخصر. فمقاس الخصر بيتحدد عدد من الامتار. فانا اول حاجة هعملها ان انا هعمل عدد من السلاسل بمحيط الخصر بتاع الطفل. طبعا مقاس 6 شهور يبقى حوالي 48 سنتي. يعني هشتغل عدد من السلاسل طولها 48 سنتي. انا هعمل نموذج صغير معاكي دلوقتي علشان ما اطولش عليكي في الفيديو في عدد السلاسل. وبقيس بعد كده، بعد ما بشتغل عدد من السلاسل بقيس على المتر بتاعي وبشوف اذا كان المقاس معايا مظبوط ولا لا. 48 سنتي ل6 شهور. بعد كده بتزودي بيبقى معاكي المقاس اكبر، كل ما بتحتاجي مقاس اكبر بيزيد معاكي على المتر. بتقيسي كده بعدد السلاسل وبعد كده بتقفلي السلاسل. تمام، انا هقفلها وهشتغل عليها بالشكل ده كده. هقفلها بغرزة منزلقة، وبعد كده هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، وهشتغل فوق كل سلسلة من السلاسل دي عمود بلفة. تمام، هشتغل كل السلاسل عمود بلفة. خلاص كده تمام، اشتغلت فوق كل عمود عمود كده، فوق كل سلسلة عمود. بعد كده ارتفعت 3 سلاسل، وده بقى بداية السطر بتاع الاستك اللي هو بتاع الوسط. هرتفع بعد كده 3 سلاسل والف الخيط على الابرة، وهاجي فيه اول 2 عمود بلفة هشتغلهم بريد امامي، واللي بعدها برضو بريد امامي. العمود اللي بعده بريد خلفي. الاتنين التانيين بريد امامي. يبقى انا هشتغل 2 بريد امامي وبريد 1 خلفي. ده علشان اشكل الجزء بتاع الشورت. هكمل كده على مدار السطر. انا هنا اشتغلت خلاص بريد امامي، 2 بريد امامي و1 خلفي. طبعا انت هتشتغلي، اشتغلت هنا ادي سطر 2 3، 3 سطور بنفس الطريقة. فوق كل 2 بريد امامي عملت 2 بريد امامي، وفوق كل بريد خلفي عملت بريد خلفي. طبعا هتشتغلي بنفس الطريقة لغاية ما تعملي 3 سطور، ولو عايزة كمان يبقى اعرض من كده بتزودي كمان سطر. خلاص انا اكتفيت بده كده عشان هعمل عليها الشريطة. طبعا لسه في حاجات هنعملها مع بعض، بس هنكمل اول الشورت مع بعض بنفس الخيط عشان ما نقطعش ونوصل كل شوية الخيط مع بعض. بعد كده هعمل ايه؟ هشتغل فوق كل عمود عمود بلفة. هشتغل 5 سطور عمود بلفة فوق كل غرزة عمود بلفة. هشتغل كام سطر؟ هشتغل 5 سطور عمود بلفة وارجع اعمل معاكي الغرزة التانية. خلاص كده انا عملت هنا 4 سطور علشان الجسم بتاع البيبي صغير، فمش عايزاه يبقى كل الشغل فيه عمود بلفة، فعملت 4 سطور بس. بعد كده هعمل ايه هنا؟ بعد كده هعمل الغرزة التانية
غرزة الاكس. انا هلف الخيط على الابرة بعد ما ارتفعت 3 سلاسل هنا كده، وهسيب اول عمود عندي هنا وهشتغل في تاني عمود على طول. لفيت الخيط على الابرة، هدخل واشتغل واعمل عمود بلفة. بعد كده عندي العمود اللي انا سبته ده، هلف الخيط على الابرة واعمل عمود بلفة عادي، بس هرجع اعمل فيه اللي انا سبته ده، هعمل فيه عمود بلفة. بعد كده هعمل ايه، هسيب عمود، انا طبعا اشتغلت في دول خلاص، هسيب عمود واشتغل في العمود اللي بعده. وبعد كده هرجع تاني اشتغل في العمود اللي انا كنت سايباه، ادخل فيه واعمل عمود بلفة. وهكرر بنفس الطريقة، هسيب عمود واشتغل في تاني عمود، وبعد كده برجع تاني واشتغل في نفس العمود اللي انا سبته، برجع له تاني. خلاص كده انا هكمل بنفس الطريقة. الاسطر كلها اللي جاية عبارة عن 3 سطور او 4 سطور كمان من نفس الغرزة دي. هكمل السطر ده هنا وارجع اوريكي ازاي نشتغلوا في الجزء ده من الغرزة تاني. تمام كده، خلاص خلصت السطر. انا حبيت اوريكي هنقفل السطر ازاي مع بعض. خلاص انا عندي غرزة هنا، هسيبها الغرزة دي وهدخل على طول في العمود بعد السلاسل، بقفل فيه كل مرة، هدخل واعمل غرزة منزلقة. بعد كده هرتفع 3 سلاسل، وبرضو نفس ما كنت شغالة، انا ماليش دعوة خالص بالاكس اللي تحت، انا ببص كده على الشغل وبعمل فيه الجزء اللي انا بعمل فيه العمود بلفة، واسيب برضو العمود بلفة اللي قبله، يعني هلف الخيط على الابرة وهسيب العمود ده وادخل في اللي بعده واعمل عمود، وبعد كده هرجع تاني للعمود اللي انا سبته اشتغل فيه برضو عمود، وهكرر بنفس الطريقة، اسيب عمود وادخل في اللي بعده وارجع تاني لنفس العمود. انا هكرر كده بنفس الشكل الاكس ده. هعمل 4 سطور من الاكس، وبعد كده هكرر تاني ارجع اعمل 3 سطور او 4 سطور. هنرجع بقى واقولك مع بعض قد ايه بالظبط الحجر عملته، وهنقف امتى، ونعمل مع بعض الجزء بتاع الرجل امتى. انا اشتغلت كده وكملت عدد من السطور، عملت ادي هنا عندي 4 من السطور عمود بلفة، وعملت هنا 3 سطور من غرزة الاكس، ورجعت تاني عملت سطرين من عمود بلفة، وبعدين سطرين من غرزة الاكس. انا هنا شكلت الرجل الاولى، الامر سهل خالص، ما عملتش حاجة غير اني قسمت العدد الغرز اللي هنا، قسمتها مع عدد الغرز اللي هنا، وحددت الجزء اللي في النص. تمام. هنشكل بقى مع بعض الرجل التانية، وهنوضح كمان ازاي عملنا الجزء بتاع الحزام ده. عملنا واحدة هنا وعملنا 2 هنا، هنعمل واحدة كمان مع بعض هنا. دلوقتي انا هعمل الرجل التانية. انا هاجي هنا من نفس المكان اللي انا عملت فيه المنتصف بتاع الغرز، هاجي هنا فيه، وبرضو انا طبعا هنا بصي في جزئين مع بعض موصلاهم، هاجي هنا واوصل الخيط، هوصل الخيط وارتفع 3 عواميد، 1 2 3، وهشتغل فوق كل عمود عمود بلفة عادي خالص. اشتغل عليها كلها عمود بلفة. خلاص كده اشتغلت كل عمود فوق كل غرزة عمود. بعد كده هقفل الدور بغرزة منزلقة في اول عمود بدأت بيه. بعد كده برتفع 3 سلاسل، وهكرر السطور اللي هي بريد امامي، 2 بريد امامي، 1 بريد خلفي، 2 بريد امامي، و1 بريد خلفي، بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها
الاستك بتاع الشورت. هعمل كمان سطر، يعني انا عملت سطر هعمل كمان سطر من نفس الشكل ده. يعني هشتغل السطر الجاي كمان عبارة عن 2 بريد امامي وبريد خلفي. فوق كل بريد امامي هعمل بريد امامي، وفوق كل بريد خلفي هعمل بريد خلفي. طيب نشوف مع بعض المقاس. انا عندي هنا من بداية لغاية طول الحجر هنا عندي 18.5 سنتي. تمام، لكن الشورت كله عبارة عن 22 سنتي. تمام كده. هكمل الغرز هنا مع بعض وهرجع عشان نعمل مع بعض الجزء بتاع الحزام. تمام كده، هنعمل مع بعض بقى الجزء ده. طبعا انا هنا عشان اشتغل الجزء دوت لازم بشوف هنا الطول بتاع الاستك نفسه. فهنا الطول عندي 4 سنتي. تمام، يبقى انا هشتغل عدد من السلاسل بيعدي 4 سنتي. طيب انا لما اشتغل هنا عندي 10 سلاسل، طبعا العدد كده 10 سلاسل بيزيد معايا عن 4 سنتي. هعمل كده 3 4 5 6 7 8 9 10. مش عايزة طبعا نفس المقاس بالظبط بتاع الاستك، انا عايزاه اكبر عشان يبقى واسع اقدر اعدي منه الستانة. اهو 5 سنتي. هرتفع سلسلة وهعمل غرزة حشو في كل من السلاسل دي. هرتفع سلسلة هنا كده وهلف الخيط كده بالشكل ده، ومش هدخل على طول في نفس الغرزة اللي انا ارتفعت بيها، لا، بدخل في تاني سلسلة تحت الحلقتين عادي وبشتغل غرزة حشو. هكمل كده بنفس الطريقة الغرز الحشو كده هيبقى بتاعة الحزام عندي جاهزة ان انا اخيطها في الشورت. اهي هكملها بقى واخيطها من الجنبين في الشورت. علشان اشتغل بقى التوب اللي فوق لازم ان انا بنفس برضو الخيط اللي استخدمته اعمل بيه الشورت، عايزة برضو خيط يكون قطن علشان يبقى طبعا صيفي وطري على البيبي. فاحنا هنا اول حاجة هنحتاجها ان احنا هنشتغل الخيط بعدد من السلاسل يكون مضاعفات العدد 6. يعني لما تعملي رقم مثلا 60 يقبل الاسم على 6. يعني تختاري ارقام يكون قبل الاسم على 6. بناخده محيط الصدر بتاع الطفل. يعني انا عندي الطفل مثلا عنده 6 شهور فعايزة ليه 50 سنتي محيط صدر. فانا بعمل 50 سنتي عملتهم اشتغلتهم طلعوا معايا 60 سلسلة. فانا اهو عملتهم دول 60 سلسلة واشتغلت عليهم كمان غرزة حشو. تمام، يبقى انت بتاخدي محيط الصدر تعرفي انت بتعملي المقاس سن كام، وبعد كده بتعملي على اساسه كام عدد من السلاسل، بيبقى تحاولي تخليهم يقبلوا الاسم على 6. يعني انت لو طلعت معاكي 59 مثلا عدد السلاسل زودي سلسلة مش هتأثر معاكي في حاجة عشان يقبل الاسم على 6. تمام. بعد كده عملت ايه هنا؟ عملت غرز حشو على كل غرزة من الغرز بتاعة السلاسل. تمام كده. طيب بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده هشتغل الغرزة بتاعتي على طول. هرتفع سلسلة وهلف الشغل وخلاص ارتفعت سلسلة، يبقى هعمل 1 2 في التالتة هعمل غرزة حشو. تمام. وبعد كده هلف الخيط على الإبرة 1 2 3 في التالتة هعمل غرزة مكونة من 5 عمود بلفة في نفس المكان. 2 3 4 5.
تمام. بعد كده 1 2 3 وهعمل حشو. بعد كده هلف الخيط على الإبرة وأعمل 1 2 وفي التالتة هعمل 5 عمود بلفة في نفس الغرزة. بعد كده 1 2 وفي التالتة حشو، وهكمل كده بنفس الطريقة 1 2 3 و5 عمود بلفة. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. بعد كده 1 2 3 وبعمل حشو، وبكمل بنفس الطريقة كده الغرز اهو، بكمل السطر كله بنفس الشكل. خلاص كده كملت واشتغلت السطر كله. هاجي هنا بقى وهرتفع ادي 1 2 3 3 سلاسل، وهلف الشغل وهاجي هنا ادي 1 2 3 وفي الغرزة رقم 3 هعمل حشو. تمام. بعد كده هلف الخيط على إبرة، وفي غرزة الحشو اللي أنا كنت عاملاها هدخل وأعمل فيها 5 عمود بلفة. يبقى بنكرر السطر اللي فات، هو عبارة عن تكرار لسطر واحد بس، انتي بس في السطر التاني بتختلف في ان وانتي بتخشي في المكان، يعني انتي هنا بتخشي في نص الصدفة وغرزة الحشو في السطر التاني. خلاص يبقى هنا خلصت ال5 عمود بلفة، هدخل في غرزة رقم 3 ادي 1 2 3 هعمل فيها حشو، وبكرر هلف الخيط على الإبرة واعمل هنا في غرزة الحشو 5 عمود بلفة. وبعد كده غرزة حشو بعد 1 2 3 في الغرزة رقم 3، وبعد كده هكمل تاني بنفس الطريقة 5 عمود بلفة في غرزة الحشو. هكمل بنفس الطريقة آخر السطر ونرجع مع بعض علشان لسه هنعمل مع بعض تناقص، لأن طبعا ده طب فكده كده ما بيبقاش قطعة واحدة، احنا لسه طبعا هننقص منه هنا، وكل ما بنطلع على الحردة هنقلل من عدد الغرز. خلاص كده كملت السطر وعملت كمان سطر تالت، يعني انا عملت 3 سطور علشان يبقى الجزء ده كده من الوسط بتاع الصدر كده، ما يبقاش رفيع، يبقى عريض. تمام. وبعد كده هعمل ايه؟ السطر الجاي بقى هيبقى تناقص. انا هنا ارتفعت 3 سلاسل، بعد كده هنا اشتغل بعد ما عملت ال3 سلاسل. خلاص هاجي هنا 1 2 3 في الغرزة رقم 3 وهعمل فيها تناقص. تمام، هعمل فيها عفوا غرزة حشو. تمام كده، هشتغل فيها غرزة حشو. بعد كده هاجي هنا في غرزة الحشو، انا اشتغلت كده عادي زي ما بشتغل على طول في كل مرة، دخلت غرزة هنا حشو، وهشتغل هنا غرزة الصدفة بتاعتي اللي هي عبارة عن 5 عمود بلفة. الفكرة في التناقص هنا ان انتي مش هتشتغلي في الجزء اللي احنا عملنا فيه سلاسل الارتفاع ده،
هنشيل الجزء ده في الشغل واحنا طالعين السطر الجديد. طيب بعد كده هعمل هنا عادي خالص نفس الغرزة بتاعتي، غرزة حشو، وبعد كده 5 عمود بلفة في نفس الغرزة، وهكمل كده بنفس الطريقة. قبل ما اوصل لاخر غرزة هرجع معاكي عشان اقولك عملنا فيها تناقص ازاي. خلاص كملت كده ووقفت في نفس المكان اللي انا كنت عملت فيه بداية السلاسل، اللي هنا عملت فيها غرزة حشو وبداية السطر. طبعا احنا هنلغي الجزء ده في السطر اللي جاي، فهنا قبل طبعا ما الغيه هنا هشيله خالص ومش هشتغل فيه اي حاجة، وهبتدي على طول هنا غرزة الحشو، هبتدي على طول واعمل اساس السطر الجديد، ويبقى انا كده اشتغلت تناقص في غرزة من الغرز بتاعة الصدفة. بعد كده انا هرتفع 3 سلاسل من بداية الجزء اللي انا عملت فيه هنا غرزة حشو، هرتفع 3 سلاسل، وابتدي ان انا برضو اكمل عادي شغلي عادي، ادير الشغل، وهاجي 1 2 في التالتة واعمل غرزة حشو، وبعد كده هعمل عادي الشغل بتاعي زي ما انا شغالة غرزة الصدفة، هلاقي التناقص معايا بيتشكل. وبعد كده هعمل غرزة حشو في غرزة رقم 3 اهو. هبتدي هنا كده اقلل كل ما انا طالعة، هقلل معايا في الشغل. انا هنا هاجي هكمل بنفس الطريقة، هكمل الشغل لغاية ما اوصل للغرزة بتاعة الحشو اللي احنا عملنا فيها 3 سلاسل وبعدين حشو. هرجع معاكي اقولك هنعمل فيها ايه. خلاص كده تمام، وصلت للجزء بتاع غرزة الحشو، وهوقف هنا الشغل، مش هعمل اي غرز تاني. هوقف الشغل وارتفع 3 سلاسل وارجع اعمل تاني غرز الصدفة بتاعتي. هنا انا عملت هنا كام سطر؟ ادي 1 2 3 4، وطبعا السطور هنا معاكي خلاص انت عملت تناقص مرتين. هتيجي بقى هنا في السطور اللي جاية، يعني انا هشتغل السطر الجاي كمان تناقص، وبعد كده هوقف تناقص، هعمل سطرين او 3 كده من غير تناقص، وبعد كده هرجع اعمل تناقص تاني لحد ما اوصل للجزء بتاع الصدر اللي قدام، واعمله بالمقاس المطلوب، وهقولك نحدده ازاي بعد ما اروح واعمل سطر تناقص وكمان سطرين او 3 بدون تناقص، اشتغلهم عادي بنفس الطريقة من غير ما اسيب اي اطراف من الخيط. انا هنا اشتغلت وكملت السطور زي ما اتفقنا. انا هوضح معاكي كمان ايه اللي انا عملته، ما عملتش اي حاجة زيادة اهو، حتى دي القطعة كلها على بعض. انا هنا اشتغلت بس الاجزاء السطور اللي انا عملتها، اشتغلت بعد ما خلصت خالص اشتغلت عمود بلفة على كل الاطراف، وعند كل طرف عملت عدد من السلاسل اشتغلت عليهم برضو عواميد بلفة. يعني الطب مفيهوش اي شغل خالص، فانا طبعا ما حبيتش ان انا اعمل ده لانه وقت للفيديو، فقلت خلاص يبقى انا اشتغلت هنا كل الاجزاء دي عواميد بلفة. وكنت هنا برضو اول ما باجي اوصل عند الجزء بتاع الحمالات برتفع عدد من السلاسل، وانا راجعة برضو بعمل عليها عمود بلفة. ده كده كان شكل الطب من الخلف اهو، وعملت الحبل ده عشان اربطه كده من ورا. سهل وبسيط كمان وما فيهوش اي شغل خالص. ده طبعا الشورت اللي عملناه مع بعض، والصندل ده ان شاء الله باذن الله نعمله مع بعض، وهيظهر لك برضو اللينك بتاعه، هتلاقيه في التعليقات او هتلاقيه كمان في الديسكريبشن بوكس. وهنعمل مع بعض الطاقية هتظهر لك دلوقتي فوق، تضغطي عليها يدخلك على طريقة عملها. ده كده كان الطقم بتاعنا، يا رب يعجبك ويا رب الفيديو يكون سهل عليكي. لو الفيديو عجبك والطقم عجبك ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك للقناة لو اول مرة بتشوفيني او اول مرة بتسمعيني.